المباراة اللي راح ضحيتها 96 شخص. في عام 1989 استضاف ملعب هيلزبرا مباراة بين ليفربول ونوتنغهام فورست في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، المباراة اللي كان ينتظرها الجميع، والملعب كان يتسع إلى 35 ألف مشجع، وجماهير ليفربول حصلوا على 16 ألف مقعد، ولكن هذا العدد ما كان كافي لتواجد جماهير الريدز. تواجدت جماهير الريدز بأعداد كبيرة تخطت الرقم المخصص لهم، وكانت مقاعد جماهير في الملاعب الإنجليزية خلف سياج حديدي. بدت المباراة وما زال المشجعين يدخلون ويتدافعون في المدرجات، والمدرج ما تحمل كمية المشجعين، وصارت جماهير ليفربول تختنق وتبحث عن أي وسيلة للهروب. وعلى الرغم كل الفوضى اللي صارت، رفضت الشرطة فتح المدرجات للجماهير، وبسبب السياج الحديدي اللي كان حوالين الملعب إصابة أكثر من 700 شخص، وفاة 96 شخص في يوم هز إنجلترا، ويعتبر من أشهر الكوارث في تاريخ الملاعب الإنجليزية. وبعدها تم اتخاذ قرارات جديدة لفرض الأمن والسلامة للمشجعين، وتمت إزالة الحواجز من جميع الملاعب الإنجليزية.